اسوأ حاجه في الدنيا انك فجاه تكتشف انك هاكينج بيحصل لك، او انك تكتشف ان في كارثه سواء في التليفون او في اللابتوب. اعمل ايه ساعتها؟ وهي دي بتبقى اللحظه الفارقه، لانه كل ثانيه بعد كده بتتحسب. على فكره بس سيفنا بلغك ان انت فعليا ممكن تكون الاكتيفيتي ده او الموضوع ده بيحصل لك بقالك فتره، بس انت ما خدتش بالك الا دلوقتي. خليني اقول لك الاول ايه الاعراض اللي خليك تشك ان انت في هاكينج بيحصل عليك. حاجه من الحاجات على التليفون هو البوب ابس، الاعلانات. تلاقي اعلانات كتير، وكلنا الحمد لله في مصر تحديدا نمرنا متباعه لشركات عماله تبعت لنا. يعني انا في شركه بتطاردني عايزاني اشتري فيلا ب 12 مليون جنيه. بقى ده منظر واحد يشتري فيلا ب 12 مليون جنيه؟ يعني مش كده كباتن يعني. فده على مستوى الام اس ام اس، وده وارد وطبيعي وبيحصل. لكن كمان ممكن يحصل من السوفت وير، انك بتكون بتنزل سوفت وير انتراستد. يعني ايه انتراستد؟ ابل عندها ميزه انه اي سوفت وير على موجود على متجر ابل هو متامن 3-4 مرات من ابل. وهم بصراحه برغم ان يعني الديفلوبرز عندهم او مطورين البرامج عندهم مشكله مع ابل، ان هم بيطولوا جدا في اختبار البرمجيات، بس بيطلع من عندهم البرنامج مفيش شك في مشكله السكيورتي بتاعته. مش معناه ان ابل ما عندهاش اخطاء في السكيورتي، ده عندها يعني فنادق، بس يعني قياسا بالاندرويد لا اقل بكتير. وجوجل برضو بتعمل نفس العمليه، بس قيس انه في الاخر جوجل عندها كام ابلكيشن على المتجر بتاعها وابل عندها كام. موضوع كبير. فلو الابلكيشن اللي انت منزلها مش موجوده في الستور، لا انصح. وانا فاهم طبعا ان في بعض الناس بتنزل بعض الالعاب اللي هي مدفوعه من على بره الستور. ثق تماما يا صديقي انك هتدفع ثمن الكلام ده، وغالي كمان. لانه مواضيع الهاكينج ما بقتش بس ان انا اخد معلوماتك، انا ممكن استعملك ضد الاخر. ولو دورتوا كده على اليوتيوب اللي احنا بنسميه ريموت اكسس، اتفرج فيه شويه العيال يعني عاملين شغل زي الفل والله. وتخلي تليفونك يتصل بتليفون تاني ويفتح الكاميرا ويقفل الكاميرا وانت سيادتك تمام. فحاجه منهم حته البوب ابس. كمان لما تحصل حاجات غير معتاده الحدوث، زي انك مثلا لما بتفتح ابلكيشن معينه تلاقيها بتعلق اكتر من مره، تشيل الابلكيشن وتحطه تلاقيها برضه بتعلق. ثق تماما هنا ان جهازك يعني ربنا معاك. دي حاجه. دايما التصرفات غير المعتاده تقلق. ممكن فجاه تلاقي الانترنت عندك بطيئه جدا، ده ممكن يكون مش شبكه، وده وارد وبتحصل. بس في بعض الاحيان سيادتك بتبقى بتحمل وبتبعت حاجات على الشبكه انت مش عارف شكلها ايه، وبالتالي مبطئه الداونلود. لانه في الاخر انت عندك حصه من الداونلود والابلود، فلما تاخدها كلها ابلود داونلود بينزل. المصيبه الثانيه ان فعليا ما حدش فينا عارف تليفونه بيكلم مين بره بقى. يعني فكره انه احنا عارفين وقفل على الداونلود اللي جاي وحرص منه طب بيتكلم مين بره؟ ما تعرفش. طيب مبدئيا اي ابلكيشن ما تنزلوش الا من الستور، تمام؟ بالنسبه للبي سيز والكمبيوتر ما تنزلش برامج ادوبي من منتدى فتكات. يعني مع كامل احترامي الادوبي وفتكات، انت بتودي نفسك في ده. والبرامج الهاكد ديت او البرامج اللي هي خد ادوبي فوتوشوب 2023 ده بتعمل الجهاز من ورا زي عارف انت اللي هو متغطي من قدام ومن ورا مش متغطي خالص. فيعني انت براحتك بقى، شوف انت عايز ايه الحته اللي معاك ربنا يعني. فدي مصيبه. فمصادر البرمجيات بتاعتك النهارده، خليني اقول لك حاجه. لو في برامج انت مش محتاجها سواء على تليفونك او على كمبيوترك شيلها، لانه البرامج دي ممكن تبقى مدخل ان حد يعمل لك هاكينج. على فكره في 3 انواع من الهاكرز. في هاكرز بيلعبوا كده، دول مفيش خوف منهم، في اخرها هتفرمت الجهاز. وفي حاجه شويه اللي هم بقى لا، بعد ما بيلعبوا شويه قرروا يطوروا لعبهم، دول خطر شويه بس برضو ازالتهم مش سهله قوي. وفي استغفر عنك يعني استغفر الله ده لو اصطادك مش عارف اقول لك تعمل ايه بقى، اللي هم بنسميهم الهانترز او الصيادين. الهانترز دول بقى يا معلم يؤسفنا بلغك انت مش هتعرف تتصرف لوحدك. وفي الحاله دي لازم تلجا لحاجه من الاثنين، يعني شركه تكون متخصصه في مجال الامن. في الشرق الاوسط في حل الدول قدمته اللي هو احنا بنسميها في مصر مباحث جرائم الانترنت، وفي الحاله دي بتروح تبلغ لان هم عندهم خبراء امنيين. طب انا اصلي مش مهم انه حد يعمل فيا كده، ما تعرفش. يؤسفنا بلغك انه ما تعرفش. القصه دي يا جماعه انا والله ما بتكلم على حروب الجيل الرابع والخامس والفضاء ده والله، بس يعني فوات الولاد ده كان شغلي انه بترصد الحاله دي ونشتغل عليها. فما تعرفش، انت مهم عند بعض الناس اكتر مما تتخيل. ده اللي دايما كنا بنتعلمه لما كنا بناخد الكورسات اللي ليها علاقه بتامين التليفونات. فالصور على تليفونك مش محتاجها شيلها، حطها على هارد ديسك اكسترنال، يعني خليها لذكراك. مش لازم نستنى الايفون لغايه ما يقول لك الاي كلاود ارحم امي بقى.
انا بتجيلي الحالات دي والله كل يوم، والتليفون 128 جيجا بقى فيه 2 ميجا ايه، وتلاقي صور بقى لها 8 سنين ما بينزلهاش. وبعدين المشكله بقى يقول لك ده كل شويه ابل تبعت تقول لي كبر الاي كلاود. ما هو طبعا انت سيادتك حاطط 4 جيجا صور على و8 حاجات غريبه كده. فطول ما انت في حاجه مش محتاجها على التليفون، سواء اذا كانت ابلكيشن، دوكيومنتس، صور، مش محتاجها شيلها، لان وجودها خطر. الحاجه الثانيه انه ودي هتستغربوها قوي، ما تستعملش شواحن ما تعرفهاش، لانه فعليا في هاك بيتعمل بكابل الشحن، وكابل الشحن ده اول ما انت سيادتك بتوصل عليه هو بياخد نفاذيه للبرمجيات بتاعتك ويخش على النظام بتاعك. فعشان خاطري الشواحن دي برضو ممكن تكون سكه كويسه جدا جدا جدا. مش هقول اسماء ولا براندات ولا ماركات ولا حتى اسماء الشركات اللي بتعمل الحاجات دي عشان ما يبقاش يعني انا بساعد الناس ان هي توصل، بس في كابلات شحن مش بس هتضر الشحن، ده ممكن تكون كابل الشحن ده فخ. فركب انتي فيروس سواء في اللابتوب او في التليفون، واعمل فحص كل اسبوعين. يعني لو كل اسبوع كده تمام. اعمل نسخه احتياطيه سواء التليفون او اللابتوب، لان دي الحته اللي مش هتعرف ثمنها اللي ما تبقى مهدد ان الداتا تروح. لانه في بعض الاحيان بنلجا انه الحل الامني الامثل ان احنا نمسح الجهاز ونبنيه من اول وجديد، نحط عليه برامجنا والدوكيومنتس بتاعتنا. فلو انا ما عنديش نسخه احتياطيه راحت. مش بس بنستعمل انتي فيروس، كمان بنستعمل سوفت وير بتاع انتي مالوير. المالوير هي عباره عن برامج بتبقى موجوده على تليفونك او على كمبيوترك، مش بتاذي الكمبيوتر بس بتراقبك تخش على ايه، بتكتب ايه. احنا بنسميهم مالوير وسباي وير، اللي هي الحاجات اللي بتتجسس عليك. ففي سوفت ويرز مجانيه للكلام ده، وفي طبعا شركات المنتجه للفيروسز زي ماكافي، كاسبيرسكي، كلهم عندهم سوفت وير للانتي فيروس. وده من السوفت ويرات اللي انا بدفع فيها فلوس بصراحه. انا راجل عندي 5 لابتوبات، لو حصل لواحد منهم حاجه هيعضوا بعضه كلهم، فانا بشترك في الحاجات دي لانه مش هتعرف قيمته الا في وقت الازمه. ولو يعني حصل حاجه حطوا لنا في الكومنتات تحت لو حصل فعلا، يا ريت تقولوا لنا حسيتوا بايه، بحيث نعمل قاعده بيانات يعني حصل ايه فعرفت انك هاكد. يا ريت تحكي لنا القصه دي ونقدر نتعاون ونتفاهم ونستفيد من الحاجات اللي حصلت لنا مع بعض. فاتمنى ان ده ما يحصل لكوش، بس لو حصل اديكم عرفتوا تعملوا ايه. اتمنى اشوفكم الاسبوع الجاي على خير ان شاء الله. سلام.